مواعيد العمل في مصر هتبقى من 5 الفجر لغاية الساعة 12 الظهر. تعال أقول لك إيه اللي حصل في اقتراح برلماني جديد واقتراح مفاجئ جدا لكل الناس، بيقترحوا إن مواعيد العمل في مصر تبقى من الساعة 5 الفجر لغاية الساعة 12 الظهر. القرار دوت هدفه إن هم عايزين يحافظوا على الأسرة. طبعا لما تشتغل بدري هتنام بدري وتصحى بدري، هترجع لبيتك بدري، هيبقى معاك يومك زي ما بنقول. عايزين يحافظوا على الأسرة زي ما بقول لكم كده. عايزين كمان يزودوا من إنتاجية العمل، والعامل يعرف ينتج بشكل أفضل طبعا لما يكون نايم بدري وصاحي بدري وبيشتغل في وقت بدري كده. هوت عايزين يزودوا الإنتاجية، عايزين يحافظوا على صحة المواطنين بشكل عام. بصراحة قرار على قد ما هو مفاجئ على قد ما هو حلو جدا ومختلف جدا. لو اتطبق بشكل صحيح في مصر بالفعل الانتاجية هتزيد. ولكن القرار ده بالنسبة للناس بقى اللي بتسهر جامد قوي، بالنسبة للناس اللي بتشتغل في النايت شيفتس الحاجات دي، هيبقى صعب جدا عليهم. ولكن في الاول وفي الاخر القرار ده لو اتطبق هنعرف نتأقلم عليه بوضع او باخر. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات، تفتكروا لو فعلا مواعيد العمل بقت من 5 الفجر ل 12 الظهر هيبقى قرار حلو ولا قرار وحش؟